حاسه ان الحب بينكم ميت؟ اسوأ وجع مش وجع النهايه، اسوأ وجع ان الحكايه تكمل وهي اصلا ميته. هو مش قادر يسيبك، مش لانه لسه بيحبك، لكن لانه خايف ان صورته تتخدش ويتقال عليه ان هو اللي بوظ العلاقه دي، فبيلجأ لاسهل لعبه نفسيه، انه يخليكي تحسي بالذنب ويخليكي تصدقي ان العلاقه وقعت. والمصيبه انك حاسه بالكلام ده وشايفاه وبتعملي نفسك مش واخده بالك. في شخص ظهر في بالك دلوقتي، صح؟ اسالي نفسك، هو اللي بينكم لسه حي ولا مات من زمان وانت اللي بتحاولي تنعشيه؟ وده اخطر نوع من العلاقات، النوع اللي اسمه في علم النفس ايموشنال ديفورس، انفصال عاطفي رغم انكم لسه موجودين مع بعض. هقول لك دلوقتي 7 علامات، لو لقيتي فيه 4 بس من ال7 دول يبقى اتاكدي ان الحكايه اصلا ماتت. العلامه الاولى قلب الاتهام او البليم شيفتنج. دي اول علامه ان الحب مات، انه يبقى مش قادر يعترف ان المشكله منه، فبيروح عامل اسهل حركه في العلاقه كلها، بيقلب الترابيزه وبيرمي الذنب عليك. تحاولي تتكلمي تبقى انت نكديه، تحاولي تفهمي يبقى انت حساسه قوي، تزعلي انت بتكبري المواضيع، تسالي سؤال عادي انت بقيتي تخنقيني. والمصيبه مش كده، المصيبه انك بعد فتره بتصدقي وتلاقي نفسك بتقولي يمكن انا فعلا السبب. خليني اسالك سؤال وجاوبيه بصراحه، بقيتي بتعتذري على حاجات انت ما عملتهاش؟ لو دي مش علامه حب، دي اول حفره في قبر العلاقه. تاني علامه الردود اللي ملهاش روح، اللي ما بقاش بيحبك، ما بقاش بيزعق، مش بيتخانق، هو مستسلم تماما. تسمعي منه ردود من نوع ايه؟ طيب، تمام، حاضر، كأن كلامك بيعدي من قدامه من غير ما يلمسه. في كتاب هولد مي تايت بيقول اول علامه انفصال عاطفي مش الصويت والصوت العالي، لكن الصمت اللي جوه الكلام، لما الطرف التاني يبطل يسأل ويبطل يهتم، وتبقى دايما ردود فعله من غير اي روح، وردود كلها جاهزه. اسالي نفسك، اخر مره حسيت ان كلامك كان فارق معاه امتى؟ نخش العلامه الثالثه، قبل ما العلاقه تموت تماما المستقبل بيبتدي يتغير. ازاي؟ هنخرج بقت مره واحده انا هخرج، هنتفرج على فيلم بقت انا شفت فيلم حلو امبارح، وبيبدا يعمل خطط بس من غير ما يخطط معاكي، وكأن حضورك بقى اختياري مش جزء من الصوره. في كتاب افتر ذا افير بيسموا المرحله دي فيوتشر اكسكلوجن، استبعاد، بس الاستبعاد الهادي اللي ما فيش حد بيصرح فيه، اللي بيوجع اكتر من الرفض الصريح، لانه بيحصل وانت لسه موجوده. افتكري كده، لما بيحكي عن بكره انت لسه جوه الحكايه ولا بقى بيبني عالم مش محتاج وجودك فيه. العلامه الرابعه لو انتم متجوزين، لو بيحبك جسمه بيتفاعل مع قربك، دوبامين، ارتياح، شعور طبيعي بالانجذاب. واللي ما بقاش بيحبك جسمه بيروح للاتجاه التاني، الكورتيزول، توتر، ضغط، مقاومه مش مفهومه. كتاب كام از يو ار بيقول ان اخطر لحظه في اي علاقه مش البرود، لكن لما القرب يبقى مجهود، لما العلاقه تتحول من رغبه لوظيفه مش مشاركه، لكشكول واجب لازم يتسلم. قربه منك لسه بيشعل الاحساس ولا بقى بيولد احراج واسئله ملهاش اجابه؟ خامس علامه اللي بيحبك بيشاركك تفاصيل يومه، مش علشان التفاصيل مهمه لكن علشان انت اللي مهمه. اللي ما بقاش بيحبك ما بيبقاش عنده طاقه انه يحكي لك، فبيروح يديها لحد تاني، امه، صاحبه، زميلته. ولو ركزتي هتلاقيه بيحكي لسواق التاكسي حاجات مش بيقولها لك انت شخصيا. في كتاب ذا 7 Principles for Making Marriage Work جون جوتمان بيقول ايه؟ ان اخطر علامه انهيار مش الخناقه، لكن لما الطرف التاني بيخلق نظام دعم، والنظام ده مش انتي. لما بيحصل له موقف بيروح لمين؟ بيجيلك انتي ولا حد تاني بياخد المكان اللي كان من حقك؟ العلامه رقم 6 بيفتكر ذكرياتكم مع بعض. طب دي حاجه حلوه اهي، لا اسمعيني بس، بيفتكر ذكرياتكم مع بعض وبيضحك لوحده. خدي بالك بقى، الضحكه دي مش ليك انتي ومش للحظه بتاعت دلوقتي، دي الضحكه للنسخه القديمه بتاعتك، النسخه اللي هو كان شايفها زمان واللي هو دلوقتي مش قادر يلاقيها فيكي، مش لانك اتغيرتي لكن لان هو اللي بطل يبصلك بنفس العين. اللي بيفتكر الماضي علشان يهرب من الحاضر ده هنا مش بيحن ليك انتي، ده بيحن الاحساس اختفى. اسالي نفسك، لما بيبتسم ليكي ولا الذكرى ما بقتش موجوده غير في دماغه؟ سابع علامه لما تساليه هو انت لسه بتحبني؟ اللي لسه بيحب بجد ما بيفكرش وما بيحسبهاش، بيبص في عينك وهو مستغرب من السؤال ويقول لك مثلا هو انت مجنونه؟ طبعا بحبك. لكن اللي الحب مات عنده بتلاقي عينه بتهرب، بيبص في الارض ويجاوب انت عارفه ان انا بحبك، وهو عارف وانت عارفه ان الجمله دي من باب الواجب بس مش من القلب. الحب لما بيموت الصمت بينكم بيبقى اعلى من اي خناقه. انا تيتو، ودي كانت رحله وعي.